مكعبات اللحمة والبطاطس بطريقة لذيذة جدا وجديدة. تابعونا دايما على طعمها ايه. يلا نشوف هنعملها ازاي مع بعض بالصوص اللي يجنن ده. هنقطع اللحمة لمكعبات صغيرة وهنغرقها بالنشا زي ما احنا شايفين كده مع بعض. وبعدين هنحمرها في شوية زبدة وزيت سخنين على النار وهنخليها تتحمر كويس قوي. أول ما بدأت تاخد معانا لون بالشكل ده هنشيلها في طبق على جنب. هنزود هنا معلقة من السمنة البلدي في نفس الطاسة بتاعتنا، وهنضيف لها بصلة حلقات وبصل أخضر وبس يتشوحوا شوية ياخدوا لون، وهنضيف معانا معلقة من الثوم الفريش المفروم. وبعدين هنرجع تاني مكعبات اللحمة. هنضيف شوية مية سخنة ونهدي النار ونسيبها تستوي كويس قوي لحد ما تبقى دايبة. هنعمل بقى هنا الصوص بتاع اللحمة. هنعمل أحلى صوص هتاكلوه هيجنن. معلقتين كبار من المستردة ومعلقتين من الصويا صوص وملح وفلفل أسمر. هنقلبهم كويس قوي كده. وبعدين هندوب معلقتين نشا صغيرين قوي في شوية مية وهنضيفها على الصوص بتاع اللحمة اللي عملناه مع بعض. مش عايزين الصوص يبقى تخين ولا النشا كتير، معلقة صغيرة أو معلقتين بالكتير قوي. وبعدين هنا هنقطع بصل أخضر قطع صغيرة قوي للتزيين، وطبعا ده حسب الرغبة، بس هو بيكون طعمه جميل قوي مع الأكلة دي. وبعدين هنقطع البطاطس ونسلقها على النار بالشكل ده. وبعد ما اتسلقت معانا هنضيف معلقتين من الزبدة البلدي أو سمنة بلدي وبصل أخضر وجبنة بارميجيان وربع كوب من اللبن وملح وفلفل أسمر وشوية كمون. هنخلط كل المكونات دي على بعض ونهرسها كويس قوي. هنقدم الطبق بتاعنا بالشكل ده، والتقديم دي أهم خطوة بتزود حلاوة الأكلة بتاعتنا. بس كده وبألف هنا. تابعونا دايما على طعمها ايه، لسه عندنا وصفات حلوة كتيرة ليكم.